اليوم راح خليكي تعملين أي كريم عندك. شايفته كريم مش أصلي، مو 100%، اشتريتي أو جاكي هدية وما قادرة تستعمليه لأنه مو أصلي ومو 100%. شلون نقول، يعطي للتجاعيد. يعني أنت أخذتي أي كريم، ممكن نستبدل الكريم اللي دا أحكي هسه أنا في عليه. ممكن نستبدله بزبدة الشيا، قليل من زيت جوز الهند، كمان النيفيا مع زيت جوز الهند، أو النيفيا لحالها، أو أي كريم عندك بالبيت. ما راح شلون نقول، أقول أي كريم عندك. راح ناخذ شو هيك، يعني أنا راح أسوي كمية مو كبيرة. هيك هي راح أعملها كلها. زين، هاي الكريم تقدرين تستعمليه أنتي وزوجك. اي نوع كريم، حتى لو كان عندك الكريم كويس وانت حابه انك تضاعفين القوه تبعته، ممكن تعمليها. طلعوا حبايبي، هذا هو الكريم اللي انا فضيته. اي كريم عندك للبشره راح ترجعين هيك تخلطيه كثير كويس. شو راح نعمل كمان حبايبي؟ راح كمان بنجيب هون ملعقة صغيرة من مطحون اللبان الذكر. ملعقة صغيرة من مطحون اللبان الذكر، مش كثير، ملعقة صغيرة. هلا بالبداية أخذت كلش قليل، وراح نضيف معاها حبايبي ملعقة صغيرة، عفوا وسط، من الماء الورد. أي نوع ماء ورد، حتى لو كان تبع الطبخ ما في مشكلة. راح تخلطين الماء الورد مع اللبان كثير كويس. خليه. هسه تقولوا لي ليش ما نحط زيت؟ لأنه هو زيتي، ما في داعي. وإذا ما عندك مو مشكلة سوي، بس أنا بحب إنه اللبان هو نفسه مع الماء الورد. طلعوا حبايبي شو صار، ملعقة وسط مو أكثر. شو كمان راح نعمل؟ راح تكونين عندك الصمغ العربي. الصمغ العربي حبايبي بيكون هو هيك. هذا هو الصمغ العربي. راح تاخذين عندك هيك قد هذه. شو بتسوي لها حبيبتي؟ بتجيبيها شوية خضيها بالمي كمان هذا أنا شو سويت له؟ هذا حبايبي أنا حطيته فقط نقعته بالماء الورد، فقط بالماء الورد. هيو طلعوا شلون صار، فقط بالماء الورد، وسبته يوم كامل صار مثل الجيلاتين. راح اخذ من عنده كمان تقريبا ملعقة صغيرة، ما راح اخذ كثير، ملعقة صغيرة، ما قاعد ينزل معي فشوية هيك راح انزله. ملعقة صغيرة، لا تاخذين اكثر، لانك اذا اخذتي اكثر راح يصير هيك مثل من تحطيه على الوجه تبعتك مثل الزجاج، وما نريده احنا هيك. طيب هسه شو راح نسوي؟ راح نسكر هذا. شفته شوفوا شلون جامد. شو راح اسوي؟ ممكن اضيف له كمان قليل من الماء الورد، اللي هو شنو؟ نضيفه على الجيلاتين. لأن هذا الجيلاتين أنا عندي صار له يومين مو أو 3، وأرجع أخلطه كثير كويس عشان يتجانس مع بعض، وأقدر أستعمله وهو هيك. بس أنا مسويته، راح أعمل لكم إياه بطريقة رهيبة جدا جدا. الوصفات تبعتي ما بتلقوها بكل قناة، تلقوها بس بقناتي، بس مع الأسف تنخذ بقنوات ثانية. طلعوا هيك خلطته زي ما انتو شايفين. وراح اسكره. وين ينضب؟ ينضب بالثلاجة. طيب هون حبايبي شو سويت انا؟ زي ما حكيت لكم، عملنا حبايبي، ضفنا اللبان الذكر مع الماء الورد مع الجيلاتين، وخلطناه كثير كويس. طلعوا خلطناه كثير كويس. إذا كان الكريم تبعتك في فيتامين إي لا تضيفي له اقري الكريم تبعتك لا تضيفي له فيتامين إي. إذا ما كان في ضيفي له شوية فيتامين إي، وممكن بدون، يعني ما في أي مشكلة. طلع شلون صار حبايبي هيك. هسه راح أجي وأحطه تدريجيا، مو كله، شوية شوية،
وأخلط. ضروري إنك تخلطين 100%. أي كريم عندك أنتي شلون تقولين جايبته وإنه اشتريتيه وتعبتي وجبتيه وشفتيه بدون فايدة، أنا راح أكثف لك إياه. بيكون بيف كولاجين ويكون رائع جدا جدا كمان للبشرة تبعتك. شوفوا أنا قاعدة أنزله كله. ليش؟ لأن هذا الصراحة كل نقطة من عنده رائع. وراح نخلط. شوفوا ما ضفت. طيب قديش احنا ضفنا الكريم؟ ممكن نضيف العلبة الكريم هذه تبعتي، خل اقول لكم انا ماخذة منها شوية يعني مش كثير. هاي علبة الكريم اظن 50، لا يعني خلينا نقول 50 ملي. 50 ملي نقول احنا فيها كان 40، لان انا ماخذة منها شوية. طلعوا حبايبي. هسه شو راح اسوي؟ راح ارجعه بالعلبة اللي عندي، وراح اقول لكم كيف تستعملوه وين تحتفظون فيه كمان. وزي ما انتم شايفين حبايبي راح اجيب وارجع كل الكريم اللي كان عندي. طيب واحاول حبايبي اني انزل كل اشي. هذا الكريم اللي كان كريم عادي، انا شخصيا كنت ابدا ما استعمله. تعرفون كنت وين استعمله؟ طبعا أنا من المانيا الصراحة. زين انا كنت استعمله، هو مو مال ايد مال وجه، بس انا كنت دايما احطه على ايدي، فحولته الى كريم ليلي بستعمله، او حتى قبل الميك اب اقدر احطه اذا حبيته كمية كلش قليلة بوقت ما في شمس. زين وهذا الكريم صار جاهز. طلعوا حبايبي. تحتفظين فيه، ما حطينا اي مواد تخرب. اي مكان تحطيه انه يكون بارد، يعني ممكن تحتفظين فيه بالثلاجة وممكن تحتفظين فيه عادي يعني جنبك على الكومودينو، جنب راسك، وين ما كان. طلعوا. اهم شيء المكان شوي يكون بارد، يعني مو حار كثير. تاخذين كمية هاي كلش كثيرة هيك وتحطيه على وجهك وتدلكين بالوجه تبعتك وتحت العين وعلى الرقبة كلها. هذا طيب الكريم ممكن يستعمل للرجال وللنساء. هذا الكريم رائع جدا جدا وسهل وبسيط وموجود مواده ممكن بكل بيت. حولي الكريم تبعتك إلى كريم أصلي 100%. أتمنى أنه هذا الفيديو ينال رضا الجميع. أتمنى منكم أنكم تدعمونا باللايك والشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامة.